السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بعمل حاجة لذيذة لكل الناس اللي عندهم شوية حاجات كده ليفت اوفر سايبينها في التلاجة ومش عارفين يعملوا بيها ايه. الحقيقة ان انا قررت ان اعمل شوية رز ابيض، وكان عندي شوية لحمة مفرومة كنت عملت بيهم بشاميل كده من كام يوم، وشوية بشاميل تانيين يعني. قررت ان انا هعمل حاجه النهارده ممكن ناس كتير ما عرفتش عنها او ما سمعتش عنها قبل كده، حتى ماما استغربت جدا 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 من الموضوع اللي انا بعمله النهارده ده. اعملي باسورد. انا ما اعرفش الباسورد، ممكن تبقى 4 اصفار، روح جرب. اسهل باسورد في الدنيا، اي حاجه احط 4 اصفار. المهم قلت لماما ان انا هعمل رز بالبشاميل. ماما استغربت قوي كده، قالت لي رز بالبشاميل؟ هي في حاجه اسمها رز بالبشاميل؟ قلت لها طبعا الوصفه انا سرقاها من وفاء، بس هي ماما ناسيه. وفاء كانت بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط رق رز ابيض، وبعد كده تحط لحمه مفرومه او فراخ متقطعه حتت صغيره وبالخضار والبسله والكوسه والحاجات دي، وكانت تحط معاها شويه بشاميل، وبعد كده تحط رق رز تاني وتقفل بالبشاميل من فوق وتدخلها الفرن. انا ولادي ما بيحبوش قوي الخضار مع اللحمه، ف جات لي فكره كده، كنت قلت لكم عليها قبل كده، مش فاكره فاكرينها ولا لا. انه انا زي ما انتم شايفين كده ضربت الكوسه والجزر مع اللحمه المفرومه. بصوا هتلاقوها ملونه كده سنه، والكوسه مش هتلاقوها باينه اصلا، الجزر هو اللي باين اكتر. دي مضروب فيها كوستين مع جزرات. دي ليه؟ علشان الولاد اللي ما بياكلوش خضار. وحطيت معاهم فص ثوم علشان بس يبقى طعمها سبايسي كده شويه وفيها طعم يعني. دلوقتي بقى احنا هنعمل الصينيه البايركس اللي انا بقول لكم عليها اهو. فانا هحط الاول رق الرز، انا جهزته ولادي من بدري اهو. هنفرده كده، خلوا بالكم بس، اعملوا حسابكم ان احنا هنحط لسه كذا رق كمان. هوريها لكم اصلا من الجنب في البايركس بيطلع شكلها خطير والله العظيم، خطير. تمام، هنسويها بس كده عشان يطلع شكلها حلو. مش عارفه شايفيني ولا لا، يا رب تكونوا شايفيني. ابني بيتلصص. ماشي بعد كده. نعم، عايز ايه؟ عايز ايه؟ لفيها كده. الفها ليه؟ عدي انت عايز ايه؟ عدي. ابني عايز يعدي بس بيقول يا ماما لفيها كده عشان هو مش عايز يطلع في الكاميرا. فاهو ادي اول طبقه رز، بصوا بيدخن يامي يامي. هحط لكم دلوقتي رق اللحمه المفرومه. هنستخدم دي برضه والله، مش لاقيين قول لهم ابني عايز ياخد كوبايه يشرب. ابني عايز ياخد كوبايه يشرب، سمعتوا؟ بيقول لي قولي لهم ابني عايز ياخد كوبايه يشرب. عدي. انا نزلت تحت عشان مش هتبان، عدي. مامتي مش عايزه، عشان عدي. مامتي مش عايزه تشوف. انا كان هنزل تحت عشان مامتي مش عايزين اشوفكم. نكمل اهو. ادي نكمل اللحمه المفرومه. والله العظيم 3. بصوا خلطه خطيره والولاد هيحبوها جدا ان شاء الله يعني. انا بس ايه، ناخد نص الكميه عشان انا عايزه اعمل واحده كمان. اوكي، اللحمه المفرومه عملت الصينيه بتاع البايركس القمر اهي بتاعتنا اللي قعدنا ندور عليها وجبناها من الدور الثالث. تمام. جه ميعاد البشاميل بقى، بس استنى انا هكتر هنا شويه. ننزل بقى بشويه بشاميل كده اهو، مش كتير طبعا عشان لسه هحط دلوقتي رق رز اخر، بس ده كده بيشبع شويه الطعم بتاع البشاميل مع الرز واللحمه المفرومه. نرجع بقى نحط الرز. نعم، ماما في ايه؟ في بنوته.
بالونه ممكن يبقى فيه فوق، هنشوف. يا نورة ادي طبق الرز نورة اهو. يوسف انت ليه بتزعق كده؟ عشان نورة مش سامعاني. انا سامعاك وقلت لك هي فوق، ممكن انت تطلع تبص عليها على فكره. الله 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 على الاصوات. طبعا عادي، ده بيحصل في كل بيت. يوسف لو سمحت انا مش عايزه اسمعك بتزعق كده تاني بجد. ممكن؟ عايز بسرعة جدا. ماشي. ولا كاني بقول حاجه اقسم ممكن بالله. يا نورة. نعمل بقى بشاميل اللي هو على الوش. يا جماعه انا مدمنه بشاميل تقريبا، مش عارفه بصراحه مين زيي، بس انا بعشق البشاميل. انا نفسي اوريكم ونفسي ادوقكم والله كلكم اللي انا بعمله ده، بس انا هخليكم بقى ايه، اديني بقول لكم الطريقه عشان انتوا تعملوه في البيت وتقولوا لي رايكم ايه. ادي اول صينيه بشاميل او رز بالبشاميل بالتحديد خلصت. هوريها لكم بقى من الجنب. اهو رز تحت، واللحمه المفرومه عليها كوسه وعليها جزر اهي، وعليها طبقه رز كمان، وفوقيها بشاميل من فوق اهو. اوكي اهي، دي هنحطها على جنب عشان نعمل التانية بعد كده وندخلها الفرن. الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه خالص، ودي اكله لطيفه جدا 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 للاطفال، ويقدروا ياكلوها وهم مبسوطين بعيدا عن المكرونه البشاميل. ده اسمه رز بالبشاميل. مكوناته كالاتي: رز ابيض، وبعد كده رق لحمه مفروم عليها كوسه وجزر. اي خضار عندكم افرموه، حتى لو بسله افرموه مش هيحسوا بيه خالص مع اللحمه المفرومه. وبعد كده تحطوا رق رز ابيض تاني، وبعد كده تحطوا بشاميل من فوق. الف هنا وشفا، يا رب الولاد يعجبهم الاكل ده، وخصوصا الولاد اللي مش بيحبوا الخضار. وبطمنوني في الكومنتس تحت لو عملتوا الوصفه، قولي لي ايه الاخبار والولاد حبوها ولا لا.